يبدأ الفيلم في فندق في ألاسكا مع واحد اسمه وينستون، واللي بيبقى محاسب لأكبر زعيم عصابة في أمريكا، وبيكون قاعد مستني الأكل يسخن في الميكروويف ومتوتر. فبيخش عليه الشرطة ومعهم شرطية اسمها مادلين وبيكتفوه. فبيقول لها وينستون إنه عاوز يعمل صفقة بينه وبين الشرطة علشان يحموه من موريتو ورجالته. فبترن وبتبلغ الإدارة عن شروط وينستون وهم بيوافقوا. تاني يوم بتاخده على المطار علشان ترجعه يشهد في المحكمة، وبتأجر طيارة تمشي الحال كده وبتكتفه في الكرسي علشان ما يتحركش. وبتكلمها كارولينا عشان تتابع معاها طول الرحلة، وكارولين كانت مديرتها في الشغل، في نفس الوقت صاحبتها المفضلة اللي خلتها ترجع الميدان تاني لأن بقالها فترة كانت شغالة في المكتب، وده كان مخلي مادلين متضايقة. وبعد ما بتقفل مع مادلين بيجيلها الطيار واللي بيكون اسمه داري، ولما بيخش بيسأل عن وينستون، بس هي بتعرفه انه مجرم وبتقوله ما يسألش أسئلة ملهاش لازمة وما يدخلش في اللي مالش فيه. وبيكلم برج الطيران علشان يطير بالطيارة، وهما في الهوا مادلين بتيجي تتكلم معاه، بس هو بيقول لها تلبس السماعة علشان يعرفوا يتكلموا سوا. ولما بتلبس السماعة بتلاقيه مشغل أغاني، ولما بتبص له بيقول لها إن ده علشان الرحلة بتبقى طويلة وعاوز يضيع الوقت. وبيتكلموا شوية بس مادلين بتلاحظ جرح على رقبته، ولما بتسأله هو اتعور ليه بيعرفها إنه كان بيعمل صيانة لطيارة فتعور، وإن دي من مخاطر المهنة بتاعته. ولما بيجي يشغل الجي بي اس بيلاقي مش شغال، وده بيخلي مادلين تتوتر وتقلق، بس هو بيطمنها وبيقول لها إن دي مش أول مرة تحصل، وإن الجي بي اس بيعطل منه كتير، وإنه هيوصلها سياتل في أسرع وقت. بس فجأة بيخبط طائر في الطيارة، وده بيخلي الطيارة تتهز جامد جدا، بس داري بيبقى مطمن وبيقول لها إن ده برضه بيحصل كتير. بس هزة الطيارة خلت رخصة الطيار تقع من تحت الكرسي، ولما بيشوفها وينستون بيعرف إن دي مش الطيارة اللي هم مأجرينها، وإن ده واحد من رجالة موريتي. فبيتوتر وبيحاول ينادي على مادلين وبيطلب منها تجيله لأن في حاجة وقعت تحت رجله، بس هي بتقوله يستنى لما يجي ينزل. فبيقول لها إنه عاوز يرجع ومحتاج حاجة يرجع فيها. في الوقت ده داري بيديله كيسها من معاه علشان ما يبهدلش الطيارة، بس وهو بيلف بتشوف مادلين على هدومه نقطة دم، وبتبدأ تشك إن في حاجة غلط. فبتسأل هو عرف منين إنهم رايحين على سياتل وإنها معرفتوش واجهتهم أصلا. فبرد عليها بكل بديهية وبيقول لها إن ده المكان الوحيد اللي ممكن يروحوه من ألاسكا. فبتطلب منه يتكلم البرج علشان يحددوا له موقعهم، ولما بيسألها عن السبب بتعرفه إن ده بروتوكول مش أكتر. ولما بيكلموا البرج محدش بيرد عليه، فبيقول لها تستنى لما يخرجوا من الجبال جايز تكون حاجبة الإشارة. ولما بتحس بحاجة غريبة بتسأله عن طيار معاهم على نفس الخط، فهو بيقول لها إنه عارفه وإنهم أصدقاء، بس هي بتقوله إن الطيار ده ست مش راجل. فهي بتحس إنه بيحوره وبتطلع المسدس بتاعها بسرعة علشان تقتله، بس بيمسك إيديها وبيبدأوا يضربوا في بعض لحد ما بتطلع سكينة، بس داري بيضربها في إيديها والسكينة بتخبط في وشه وينستون وبتقع على الأرض. وبيضرب مادلين لحد ما بيغمى عليها. وينستون بيكون شايف المعركة وهو خايف ومتوتر، وبيكتف داري في مادلين وبيقول لوينستون إن موريتي زعلان منه. فبعرفه وينستون إنه هيديه $1,000,000 بس يسيبه يمشي، لكن داري بيقول له إنه بيعمل كده علشان المتعة مش عشان الفلوس. فبيحاول وينستون يقنعه وبيقول له إن موريتي معاه فلوس كتير، ده حتى بيبعت فلوس لواحد في مدينة سانكاتي كل شهر بيبعت له $25,000، وهو ما يعرفش مين الشخص ده أصلا. فبيضربه داري وبياخد نضارته وبيكسرها وبيحاول يخنق مادلين علشان يقتلها، بس بتكون مادلين فاقت ومسكت صاعق في ايديها وبتكهربه في رقبته، بس بيقع على الأرض وبيقوم تاني وبيهجم على مادلين وبتخبط في لوحة التحكم في الطيارة، وده اللي بيخليه ينزل ناحية الأرض. وبتفضل مادلين تكهرب في داري لحد ما بيغمى عليه وبتزقه من عليه بصعوبة. ولحسن الحظ بتلحق الطيارة على آخر لحظة، بتدور على حاجة تفك بيها الرابطة اللي رابطها لها داري، ومش بتلاقي السكينة فبتجيب مقص وبتخلي وينستون يساعدها. ولما بتيجي تشد داري ما بتقدرش، فبتضطر تفك وينستون علشان يساعدها وبعدها بتكتفه. ولما بتفتشه بتلاقي معاه في جيبه صور ليه وهو بيراقبها وبيراقب وينستون وبيت أم وينستون، وده بيخليه يتجنن وبيخاف على أمه.
بس مادلين بتطمنه وبتقوله إن موريتي مش هيقتل أمه علشان يبقى في حاجة يضغط عليه بيها. بتحاول تتواصل مع البرج بس ما بيبقاش فيه إشارة، فبتفتكر إن معاها تليفون بيتصل بالقمر الصناعي، وبترن على كارولين وبتحكي لها على كل اللي حصل على الطيارة، وبتطلب منها تجيب لها طيارة علشان تعرف تسوق الطيارة ويعرفها هتعمل إيه في المصيبة اللي هم فيها. وبيفكرها وينستون بأمه، وبتخلي كارولين تبعت لها حد يحميها، وبتقفل معاها. وفي اللحظة دي بيفوق داري وبيستفز مادلين وبتهدده إنها هتقتله بس من غير أي فايدة، وبيقول لها إنها لو ضربت عليه نار ممكن الرصاصة تفجر الطيارة لو جت في التانك. بعدها بيرن عليها طيار اسمه حسن وبيعرفها إزاي تسوق الطيارة وبيخليها تمشي على الطريق الصحيح، وبيقول لها إن هو هيكلمها كمان شوية علشان تقدر تحافظ على البطارية. وبيكون داري بيحاول يفك في نفسه بس مش عارف، وهنا بيتكلم وينستون وبيقول ازاي موريتي عرف عنوان امه، خصوصا انه ما قالش عنوان امه لاي حد خالص غير مكتب النائب العام لما قبضت عليه بس. فاللحظة دي بترن عليها كارولين فبتقول لها انها ما تتواصلش مع حد غيرها، فبتسألها مادلين مين اللي يعرف عن العملية دي غيرها، فبتقول لها ان النائب العام والمدعي العام والمساعد بتاعه. فاللحظة دي بيشوفوا ضباب جامد جدا بيعميهم، ولما بيخرجوا منه بيلاقوا جبل قدامهم، وبتحاول مادلين ترفع الطيارة بس مش بتعرف لحد ما وينستون بياخد باله إن الطيار الآلي شغال وبيطفيه، فبتقدر مادلين إنها ترفع الطيارة، ولحسن الحظ بتلحق الطيارة على آخر لحظة وما بيخبطوش غير في شوية تلج بس. فالرفعة دي بتاع السكينة تحت رجل داري وبيحاول يفك نفسه بس مش بيعرف، وبتكون مادلين مرعوبة جدا لدرجة إنها بتكون هتعيط وبتلبس نظارة علشان ما تبينش دموعها. بيبدأ داري يستفز فيها وبيتكلم عن عملية كانت هي فاشلة فيها وعاملة ليها عقدة نفسية قبل كده، فبتتعصب جدا وبتقوم تضربه جامد بس مش بتاخد بالها إن داري خد منها النضارة اللي هي كانت لابساها علشان يفك بيها نفسه. ولما بترجع على الكرسي بيسألها وينستون عن العملية اللي مخليها متأثرة أوي كده، فبتعرفوا إنها من 4 سنين كانت مسؤولة عن نقل شاهدة زي كده بالظبط، وكانوا في فندق والبنت كان اسمها ماريا، بس ماريا طلبت إنها تخش الحمام وطلبت منها شوية خصوصية، وده خلى كارولين تربطها في ماسورة في الحمام علشان ما تهربش لحد ما تخلص. وبيجي واحد من أتباع الراجل اللي هي كانت هتشهد عليه وبيرمي عليها مولوتوف من شباك الحمام، وطبعا ماريا مش بتعرف تهرب لأنها متكتفة وبتموت محروقة، وهي بتلوم نفسها على موتها وإنها ما عملتش عمل ميداني من وقتها، وإن آخر عملية ليها كانت من 4 سنين. وبترن عليها كارولين وبتقول لها إنها محضرة لها فريق تحت إدارتها هي شخصيا ومستنياها في المطار، وده بيخلي كارولين تشك فيها أكتر، وبتسألها لو النائب العام يعرف، بس هي بتقول لها إنه معرفش حاجة وإنه مش لازم يعرف عن موضوع زي كده، فبتشك فيها أكتر. وبعد ما بتقفل معاها بترن على النائب العام واللي بيكون اسمه كولوريتجو وبتحكي له عن اللي حصل معاهم على الطيارة، وإنها شاكة في كارولين وإنها ممكن تكون بتشتغل مع موريتي، فبيطمنها وبيقول لها إنها تتواصل معه هو على طول، وبقول لها تبقى ترن على رقم بيته اللي موجود في مدينة سانكاتي، وبيكونوا خلاص وصلوا الساحل. فبتجيلها لحظة إدراك وبتسأل وينستون عن الشخص اللي موريتي كان بيبعت له كل شهر 25,000 دولار، فبقول لها إن ما يعرفش هو مين بس هو عايش في مدينة سانكاتي. وبتعرف إن الخاين اللي سرب العملية الموريتي هو النائب العام نفسه، وبترن على كارولين بسرعة وبتحكي لها عن اللي حصل والمصيبة اللي هم فيها، وده بيخلي كارولين تتعصب منها وبتقول لها إنها هتتصرف. بس لسوء الحظ بيكون داري قدر يفك نفسه، بيمسك السكينة وبيضرب وينستون مرتين في جنبه وبيخنق مادلين بسرعة وبياخد مسدسها منها، بس وينستون بيمسك السكينة وبيقطع الحبل اللي مادلين مخنوقة بيه، وبتستغل مادلين الفرصة وبتمسك مسدس إشارة تضرب داري بيه، وبتمسك الطفاية وبتضربه بيها لحد ما بيغمى عليه، وبتاخد المسدس بتاعها التاني وبتجري على وينستون وبتعمل له إسعافات أولية، بس حالته بتبقى خطيرة، وبتفكه من الكلبشات وبترن على حسن وبتطلب منه إنه يوصلها في أسرع وقت عشان حالة وينستون، وبتكون متوترة علشان مش عاوزاه يموت زي ماريا،
بس بعدها بيرن عليها النائب العام وبيعرفها إنه مجهز لها كل حاجة وكل اللي عليها تنزل بس من الطيارة. فبتسأله عن كارولين وبيعرفها إنها عملت حادثة بالعربية وماتت، وده بيخليها تتجنن وتواجهه بالحقيقة. وبترن على حسن بعدها علشان تنزل لأنها قربت على المطار خلاص، بس بيكون داري كسر صوابعه علشان يفك الكلبشات وبيروح يهجمها على كارولين، وده بيخليها تضربه بالمسدس وبتبدأ تهبط هبوط اضطراري. تبدأ الطيارة تتكسر وبتفتح الباب فبيقع منه داري وعربية إسعاف بتخبطه فبيموت على الفور. ولما بتنزل على الأرض بيجي المسعفين علشان يلحقوا وينستون. ولما بتنزل من الطيارة بتشوف حسن الطيار وبيضحكوا لبعض وكده، بس بتشوف مادلين شرطي وبتشك فيه لأنه دخل عربية الإسعاف اللي فيها وينستون. ولما بتخش عليهم بتلاقيه بيخنق وينستون فبتقتله. وبتلحق وينستون وبترن على النائب العام وبتعرفه إنه أمره انتهى خلاص وإنها عمرها ما هتسيبه. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، ويا ريت تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.